السنوات الطوال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. لم يمدحه بأي شيء، خلق، لأن العقيدة في حد ذاتها، لا إله إلا الله، هي في حد ذاتها كلمة الشهادتين، لا إله إلا الله، هي قمة الأخلاق، لأن فيها الشجاعة. والشجاعة أين تتمثل؟ تتمثل في أول كلمة من الشهادتين: لا إله إلا الله. وهذه الكلمة كفار قريش كانوا يعرفون معناها. والإيمان بأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة، وأن يخلص الدين له. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، فلا توحيد إلا بلا إله إلا الله. ولا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثباتها بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده، إخلاصا للدين له، وإفرادا له وحده تبارك وتعالى بالعبادة، وبراءة من الشرك وخلوصا منه.